قلت لك قبل كده اغيب بس برجع باخبار لهاليب. عايز اكلمك في موضوع العقوبات اللي اتفرضت على النادي الاهلي ونادي الزمالك. طب العقوبات ديت اتفرضت من اتحاد الكوره، تمام. طب هل الاتنين زي بعض؟ ولو الاتنين زي بعض، طب ازاي ده زيزو هو اللي اتشتم؟ هتقول لي ما هو ما سلمش. اقول لك طب هو ما سلمش على واحد واخوان بزيرة ما سلمش على اربعة، يعني يبقوا ازاي زي بعض؟ ولا ممكن نادي الزمالك عليه عقوبات اكتر؟ فعشان اقول لك كل التفاصيل دي عايزك تركز معايا. مش بس كده، هقول لك كمان بالتفصيل مكافآت لعيبة الاهلي، وهقول لك اللعيبة المصابة اللي رجعت، وفي الاخر اقول لك على 4 لعيبه كابتن سيد عبد الحفيظ مصمم يجدد معاهم. قال لا مش هتمشوا شهر واحد، تجددوا معانا، وبعد ما تجددوا لو جات لكم عروض قويه هنبيعكم وهنسوقكم احسن تسويق. وعشان اقول لك كل التفاصيل دي مش طالب منك غير اللي انت تصلي على النبي وتدعي لاخواتنا في غزه والسودان، وتعمل فولو ولايك وسبسكرايب، فعل زر الاشعارات، علشان احنا بنحاول نجيب لكم اخبار حصريه وفي نفس الوقت تكون صح 100%. ويلا بينا نبدأ. أول نقطة هنتكلم فيها هي رجوع 2 مصابين مهمين للنادي الأهلي. أهمهم طبعا إمام عاشور. إمام عاشور رجع. أما التاني هو أشرف داري. هتقول لي أشرف داري إيه؟ ده أنت ممكن وأنت بتقول الخبر يتصاب. والله العظيم أنا خايف أعلي صوتي يتصاب مني، بس هنقول إيه؟ رجع. هتقول لي النادي الأهلي هيخلص منه إمتى؟ هقول لك النادي الأهلي مستني بطولة الأمم الأفريقية وبطولة كأس العرب علشان أشرف داري يلعب في أي بطولة منهم مع منتخب المغرب فيتسوق فيعرف يبيعه. لكن اللاعب مش عايز يمشي او يفسخ العقد بالتراضي. لو قال لك لو هفسخ العقد هاخد مرتبي كامل 2 مليون زرار، يعني مبلغ هو اصلا ما قدمش بيه حاجه. يعني انا بصراحه الزراير زادت بصراحه الفتره دي، والنادي الاهلي عمال يقع. دوت اول خبر. نخش على الخبر اللي بعد كده بخصوص عقوبات الاتحاد المصري لكرة القدم. عقوبات انا عايزك تكتب لي في الكومنتات، شايفها ظلمه ولا بالظلمه؟ اتحاد الكوره فرض عقوبات على النادي الاهلي ونادي الزمالك. فرض على نادي الزمالك اول عقوبه الاساءه بتاعت الجمهور في ماتش بيراميدز. بعد كده كام 100,000. بعد كده فرض عليهم اساءه الجمهور في ماتش الاهلي، مع ان المفروض هم عملوا اساءه وجه غرامه يتحرموا من الجمهور الماتش اللي بعد كده. بس ازاي؟ ما ينفعش نزعل نادي الزمالك. نادي الزمالك لو زعل هيقول ظلم، المنظومه ظلم. فاتفرض عليه كده 200,000، وكمان اتفرض عليه 50,000 عشان اخوان بزيرة ما سلمش وما عملش البروتوكول في السلام وهو بيستلم الميداليات. يعني النادي الزمالك عليه 250,000 ما شاء الله عليه، وهو في البنك بتاعه ولا في الخزنه بتاعته 15,000 جنيه. يجمعوا بقى من بعض، يعملوا جمعيه، يعملوا غديوه، ويدفعوا الفلوس اللي عليهم. اما بالنسبه للنادي الاهلي اتفرض عليه 100,000 اساءة جمهور النادي الاهلي، واتفرض 50,000 على زيزو عشان ما سلمش وما حافظش على البروتوكول وما سلمش على نائب رئيس نادي الزمالك. طب يا جماعه الراجل بيتشتم وبيتبهدل، طب يعني يعمل ايه؟ انا بجد مستغرب. بس في نفس الوقت الحاجه بقى الحلوه هنا اللي زيزو رفع دعوه على الناس اللي اساءت ليه وشتمت ليه، والناس المسؤوله عن موضوع الاساءه اللي حصلت في اخر ماتش في السوبر. وفي نفس الوقت النادي الاهلي عمل شكوى في اتحاد الكوره بسبب الموضوع الاساءه والشتم والسباب الجماعي اللي حصل على زيزو اخر ماتش. انت ممكن تهتف هتافات ما فيهاش شتيمه بالاهل، بالام، بالزوجه، بالاب. يعني اشتم اللاعب، انا معاك يا عم، اشتم اللاعب، اشتمه شخصيا، لكن تخش في العيله دي حاجه صعبه جدا ومؤذيه جدا نفسيا. بس الحمد لله ابننا ما تاثرش وعرف يلسوعهم واخد رجل المباراه. ندخل على الخبر اللي بعد كده. مكافاه لعيبه النادي الاهلي بعد الفوز بالسوبر. اداره النادي الاهلي هتدي لكل لاعب اساسي في المباراه سواء سيراميكا او الزمالك، كل لاعب على كل ماتش 100,000 جنيه. يعني بتتكلم في 300,000 جنيه في الماتشين. دي للعيبه الاساسيه اللي شكلت بشكل اساسي في الفوز بالبطوله. اما بالنسبه للعيبه الاحتياطي هياخدوا 100,000 جنيه مكافاه. اما بالنسبه للمدرب هياخد شهر مكافاه على الفوز بالبطوله. يعني بجد ارقام حلوه تظبط اللاعبين، وفي نفس الوقت يجوا بقى اللاعبين يرجعوا يعملوا اداء عالمي. يعني اتمنى بقى الدوري يجي وافريقيا تيجي. عايزين نخلص السنه دي، عايزين نعوض اللي فاتنا السنه اللي فاتت. وفي خبر سريع عايز اقول لك عليه. نادي الزمالك خلى مدرب احمد عبد الرؤوف هيمسك تدريب نادي الزمالك الفتره دي لغايه التوقف اللي جاي. يعني بكلمك ممكن هيلعب 3 ماتشات.
يثبت فيهم نفسه. اثبت فيهم نفسه هيكمل، ما اثبتش فيهم نفسه هيمشوه وهيجيبوا مدرب اجنبي. والمدرب الاجنبي المحتمل زي ما كنت قلت لك في الفيديو ده قبل كده هو جوميز. اكتب لي في الكومنتات، تتوقع جوميز هيرجع نادي الزمالك ولا احمد عبد الرؤوف هيثبت نفسه؟ خبر ده بقى مهم جدا وعايزك تركز معايا في كل كلمه اقولها لك. كابتن سيد عبد الحفيظ عنده هدفين الفتره الجايه. اول هدف هو تقليل المرتبات وسقف المرتبات وتوحيد الدنيا، يبقى خلاص في قوائم، فئه اولى في اي بي، فئه تانية فئه اولى، فئه اولى مميزه، فئه كاننا راكبين قطر الصعيد بالظبط. عايز يعمل فئات كده تمام، ويعمل حد من المرتبات اللي ضربت مره واحده في النادي الاهلي وبوظت غرفه الملابس. دي اول نقطه نركنها على جنب. النقطه اللي بعد كده كابتن سيد عبد الحفيظ شاف اللي حصل في اداره النادي الاهلي في الفتره اللي هو مش موجود فيها، اللي هم مشوا لعيبه كتير مره واحده، ويلا مشي ده ومشي ده ومشي ده وهات لعيبه هات لعيبه هات لعيبه. شاف اللي ده غلط، ضيع من روح وهويه النادي الاهلي. عشان كده قال لك ايه؟ قال لك لا، انا الفتره دي عايز اخلي كل اللعيبه الموجودين يفضلوا موجودين ويجددوا، وبعد ما يجددوا ويبقوا موجودين نبدا نمشيهم واحده واحده. يعني نيجي على شهر واحد اللي جاي نبيع 2 3، نيجي على الصيف نبيع 2 3. لكن فكره ان انا اجي في الصيف ابيع لي 8 او اغير الفريق كله، ده كانك بتغير دم الفريق، مش بتبقى هويه النادي الاهلي. بتبقى عقبال ما ياخدوا على الفريق خلاص، مين اللي هيعلمهم جينات الاهلي؟ مين اللي هيعرفهم يعني ايه الفليله الحمراء وازاي بنلعب بيها؟ فدوت المبدا اللي هو ماشي بيه. عشان كده عنده 4 لعيبه مصمم اللي هو يجدد لهم، قال الملفات دي لازم تتقفل واللعيبه دي تجدد. يلا بينا نبدا لاعب لاعب. اول لاعب حسين الشحات. حسين الشحات جاي له عرض من نادي ليبي، عرض قوي جدا، بس كابتن سيد عبد الحفيظ شايف لا حسين احنا عايزينك معانا، جدد معانا والعب معانا فتره وشوف بعد كده على الصيف عايز تمشي هنبيعك ومش هنقول لك لا ولا هنقف قدام طريقك، بس احنا عايزينك تجدد. يعني خلاص هو النادي الاهلي بيقدم رقم معين لكل لاعب، وافق على الرقم ده وافق، ما وافقش هيتباع. بس كابتن سيد عبد الحفيظ اول ملف كان بالنسبه له ملف حسين الشحات اللي جاي له عرض قوي من النادي الليبي. اما بالنسبه للاعب الثاني هو اليو ديانج. اليو ديانج ملفه عامل صداع لكل الناس، افتح اي قناه كرويه هيلاقيهم بيتكلموا على اليو ديانج، يعني ولا كانه اسماء جلال. في يا عم اليو ديانج بالراحه علينا يا عم، مش كده؟ ما كانتش كام ماتش كده لعبته؟ لا بصراحه انت جامد، انا اديك حقك انت جامد، بس مش كده. الكلام اخده وعطا. اليو ديانج جاي له عروض من السعوديه ومن الامارات، نادي العين اعتقد، وطبعا من نادي بيراميدز. العروض قويه جدا، فهو عايز رقم كبير، ونادي الاهلي عنده سقف مرتبات للاعيبه الاجانب هو متخطيه بنص مليون. انت متخيل؟ فهل الموضوع دوت هيتم ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الايام الجايه. اما بالنسبه للاعب الثالث هو احمد عبد القادر. احمد عبد القادر آه، كابتن سيد عبد الحفيظ عايز يجدد له، وبعد ما يجدد له هتشوف ابيعه لمين. لكن تمشي من عندي حر وتروح الزمالك ببلاش ويقولوا ها عملنا فيكم زي ما عملنا في زي ما عملتوا في زيزو، ها لا، الكلام ده هو عايز يقفل الباب بتاعه. فان شاء الله هو كمان هيوقع. مين اللاعب الرابع؟ اللاعب الرابع كوكا. تقول لي ايه كوكا ده؟ كوكا احسن منه، انا اجيب بيبسي يا عم. الافيهات مش عايزينها، ابوس ايدك مش عايزينها. هتقول لي طب ليه عايز يوقع لكوكا؟ اقول لك عايز يوقع لكوكا لان كوكا قيمته التسويقيه لو اتسوق له صح، وهو كمان لاعب منتخب في منتخب مصر، هيجي له عروض من بره زي ما كان جاي له عرض من تركيا، فتقدر تبيعه بعد كده. يعني انت تجدد له برقم بسيط وتعرف تبيعه وتكسب فيه. حرام ترمي اللاعب كده. هو ده الهدف. هدف لا انا هجدد لكل اللي عندي وابيعهم على مزاجي بالرقم اللي انا عايزه. فدول كده الاربع لاعبين زي ما قلت لك عليهم. الفترة الجاية مدرب النادي الأهلي مهتم جدا باللاعبين. هو ادهم اجازة طويلة، بس في اشراف على الاجازة دي، بتاكلوا ايه، بتتمرنوا ولا لا. هي اجازة بس مشروطة تمام. وطبعا في لاعبين كتير هتروحوا المنتخب سواء المنتخب الاول او الثاني، فربنا يستر عليهم كلهم ويرجعوا لنا سلام، عشان عندنا ماتشات مهمة. خايفين من الاصابات طبعا. واهم واحد عندنا امام عاشور. يعني امام عاشور كويس اللي هو مش رايح مع اي فريق، فدي حاجه كويسه علشان يقدر يستعيد لياقته وما يجيلوش اي اصابه لغايه ما ينورنا ويلعب مع النادي الاهلي. اكتب لي في الكومنتات لو الحلقه عجبتك، عايزنا نتكلم في ايه الحلقات الجايه، وعايزك تعمل فولو لايك وسبسكرايب. وبس كده.